اعرف ازاي ان الانفراستراكشر بتاعتي مظبوطه؟ اول حاجه لازم بتراك الرايت كي بي ايز. فرضا لو الاوبن ريت بتاعي وانا بعمل له تراكنج لقيته 50%، فده كويس. لو لقيته 5% 10%، تاكد ان الدومين بتاعك اما ان هو بلاك ليستد او انت مش عامل التكنيكال سيت اب بشكل مظبوط. هترابل شوت ده ازاي؟ كده كده احنا للناس اللي اشتغلت معانا واحنا عاملين لهم السيت اب، احنا بنعمل تكنيكال سبورت للانفراستراكشر اللي احنا عاملينها لكم. ففي اي وقت انت حسيت ان في مشكله في الدليفرابيلتي، دايما ترجع لنا واحنا هنعمل الترابل شوتنج. ولكن ايه السيت اب او ايه الحاجات اللي اقدر اعرف بيها اذا كان الدومين بلاك ليستد ولا لا؟ في تول اسمها ام اكس تول بوكس. الام اكس تول بوكس دي بتعرف منها اذا كان في بلاك ليستنج حاصل على الدومين ده ولا لا، فبتحط فيها الدومين بتاعك وبتعمل لوك اب، وهو بيقول لك اذا كان حاصل بلاك ليستنج ولا لا. لو حاصل بلاك ليستنج، حاجه من الاثنين: يا اما بتطفي اي كول مسج او كامبين انت بتبعت بيها مسجز لمده اسبوع اسبوعين، وتسيب الورم اب يصلح المشاكل اللي حاصله، او تشتري دومين جديد وتريبليس الثلاثه ايميل اكونتس اللي انت مكريتهم تحت الدومين ده. تمام. طيب، ايه التكنيكال سيت اب المظبوط اللي المفروض يتعمل بيه الانفراستراكشر؟ اول حاجه اكون مقضت الفيلدز بتاعه الشخص: اسمه، بيانات ميلاده، صوره. الحاجات دي كلها بتفرق في شكل الايميل اللي بيجي منه الكولد ايميل. تاني حاجه هو ان انا لازم اتاكد من الثلاث حاجات دول موجودين. فابقى عامل حاجه اسمها الاس بي اف دي كي اي ام، وفي كمان الدي مارك. دول سيتنجز لازم تكون عاملها في الاكونتس بتاعتك. لو انت على جوجل سهل جدا، فتقول setting SPF on جوجل، هتلاقي فيه على الويب سايت بتاع جوجل بيقول لك ازاي تظبط الاس بي اف بتاعك ستيب باي ستيب هتمشي عليها. لو انت عندك حد تكنيكال هيعرف يعمل الموضوع ده في دقيقتين وقت، يعني الموضوع ما بياخدش وقت كبير. يعني ايه اس بي اف دي كي ام دي مارك؟ من الاخر هو الاوثنتيكيشن اللي جوجل واوتلوك وكل ايميل بروفايدر عايزك تعمله عشان يتاكد ان انت شخص هتمشي على الرولز بتاعتهم. اعتبره زي الباسبور بتاعك عشان خاطر تخلي المسج تعدي من الفلترز بتاعتهم للانبوكس. ولكن ان انا اكون عامل السيت اب ده مش كافي ان المسج تروح للانبوكس. هي دي الخطوه اللي تخليك باين اوثنتيك للايميل بروفايدر. تمام. عندك اي مشكله في التكنيكال سيت اب، تواصل معانا، التيم بتاعنا بيعمل السيت اب، ده بارت من السيرفيس بتاعتنا. عندك اي مشكله هنا كلمنا واحنا هنساعدك. طيب، اخر حاجه عشان الدليفرابيلتي هي الورم اب. يمكن انا قلتها من شويه، ولو انت ما سمعتش عن الورم اب خليني اشرح هو يعني ايه ورم اب. الورم اب هو طريقه بسخن بيها الدومين عشان اوصل للايميل بروفايدر ان انا ببعت ايميلات، والايميلات بتتشاف وبتتفتح وبترد عليها. فقبل ما ابعت كولد مسج والكولد مسج دي تعمل لها ريبورت از سبام، انا ببعت ليوزرز انا عارفهم. حلو. ففي الاسبوع الاولاني ببعت 10 20 رساله، واقعد ازود في العدد شويه بشويه لحد ما اوصل للعدد اللي انا عايز استخدمه في الكولد اوتريتش بتاعي. تمام. في تولز بتعمل ده بشكل اوتوماتيك زي انستنتلي، زي سمارت ليد، زي ليمليست. كل دول بيقدموا سيرفيس الورم اب اوتوماتيكلي، انت مش محتاج تعمل اي حاجه. التول دي بتربط الايميل اكونت بتاعك وبتبعت للبول اوف يوزرز اللي بيستخدموا السيستمز بتاعت سمارت ليد وانستنتلي، وده بيعلي الريبيتيشن بتاع الدومين بتاعك ويحسن من الدليفرابيلتي بتاعت الاكونتس. اتمنى ان الفيديو ده يكون شرح الدليفرابيلتي بشكل كويس، تكون فهمت يعني ايه دليفرابيلتي واهميته ايه، وايه الحاجات اللي انا محتاج اتاكد من وجودها عشان خاطر اميك شور ان المسجز بتوصل للانبوكس على قد ما تقدر.
شكرا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.